بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، سلام الله عليكم وتحياتي لحضراتكم جميعا. وكالعادة بنبدأ الحلقة بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. موضوع حلقتنا اليوم هيكون هو الميراث. للأسف الشديد أن قضايا الميراث أصبحت موجودة بالمحاكم حاليا بكثرة شديدة جدا، وده معناه أننا بعدنا عن شريعة ربنا سبحانه وتعالى، لأن قانون الميراث قانون إلهي لا يجوز لأحد المنازعة فيه أو التجرؤ عليه أو منع أي وارث من حقه الشرعي في تركة مورثه. ليه العم أو الخال مثلا يمنع أولاد أخوه أو أخته من حقهم الشرعي؟ وليه الأخ يمنع أخواته من حقهم الشرعي؟ وليه الابن يمنع مرات أبوه من حقها الشرعي؟ وليه المورث قبل وفاته يتحايل على أحكام الميراث ويحرر عقود بيع بتركته لبعض الورثة دون البعض الآخر؟ وليه 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 وليه؟ لو قعدنا نتكلم في التجاوزات اللي الورثة بيعملوها بعد وفاة المورث وبيتحايلوا ازاي على قواعد الإرث، هنحتاج فوق الحلقة دي حلقات وحلقات. وأنا من خلال الحلقة دي نصيحتي الاجتماعية للناس جميعا تطبيق شرع الله في عباده، وإعطاء كل صاحب حقه الشرعي وفقا لكتاب الله. أما نصيحتي القانونية لشباب المحامين ولأي متقاضي أو وارث بيدور على حقه الشرعي بالجوء للمحكمة، هيكون من خلال إقامة 3 دعاوى. الدعوة الأولى هي دعوة جنائية عن جريمة امتناع عن تسليم ميراث أو تسليم المستندات الخاصة بالتركة أو إخفائها، والجريمة دي معاقب عليها بالقانون رقم 219 لسنة 2017. وعلى الرغم من أن المشرع تدخل لحماية حق الوارث بالقانون ده، إلا أن رأيي أن القانون ده محتاج تعديل ليصبح القانون واجب التطبيق، سواء كانت الملكية مفرزة أو غير مفرزة، لحث الورثة على الإثم وإجبار وضع اليد على الملكية الشائعة ان هو يضع اليد على حصة بتعادل نصيبه في المال الشائع فقط دون زيادة. ولأن للأسف الجنحة دي المحاكم تواترت على إصدار أحكام فيها بالبراءة على خلاف النص وغاية المشرع ذاته بحجة ان الملكية ما زالت شائعة وان نصيب المجني عليه غير محدد او لسه ما تمش فرزه. ورأيي بلاش تترفع الدعوة دي إلا إذا كان في اسمة حقيقية، سواء اتفاقية أو قضائية، أو صدور أي أحكام مدنية تثبت جريمة الامتناع عن تسليم الميراث أولا. أما الدعوة الثانية فهي دعوة الريع، لأن من حق أي وارث أنه يطالب بحقه في الريع عن نصيبه الغير موجود تحت إيده، حتى إن من حقه كمان إن هو يطالب بالريع إذا كان واضع اليد على جزء أقل من نصيبه، طالما إن في غيره واضع اليد من الورثة على جزء أزيد من نصيبه الشائع. والدعوة دي غالبا بتمتاز بسرعة الفصل فيها، وأهم مستنداتها هو سند ملكية المورث ومادة الوراثة. أما الدعوة الثالثة وهي الدعوة الأهم فهي دعوة الإسمة والفرز والتجنيب. ولكن نصيحتي للجميع قبل إقامة الدعوة دي لازم نتأكد من المكان الواقع فيه العقار محل طلب الإسمة، سواء خاضع لنظام الشهر الشخصي أو لنظام السجل العيني، لأن دعوة الفرز والتجنيب في نظام الشهر الشخصي دعوة غير واجبة الشهر، ومن حق أي متقاضي بمعرفة محاميه طبعا إن هو يرفع الدعوة دون اللجوء لإجراءات الشهر العقاري. وأحكام النقض في المسألة دي أحكام عديدة، ولو أي متابع لينا عاوز أمثلة منها يكتب لنا في التعليقات، وإحنا هنتواصل معاه مباشرة وهنمده بالأحكام اللي هو عاوزها. أما إذا كان المكان الواقع به العقار خاضع لنظام السجل العيني، فهنا مش هيقدر المتقاضي أو المحامي يرفع الدعوة إلا بعد اللجوء لمصلحة الشهر العقاري بتقديم طلب شهر عقاري قبل إقامة الدعوة، وقد صحيفة الدعوة بالسجل العيني حتى لا يقضى في الدعوة بعدم القبول بنص المادة 32 من قانون السجل العيني، لأن النص للأسف ورد جامع شامل متعلق بكل دعوة عينية عقارية، وللأسف من ضمنهم دعوة الفرز والتجنيب. ولو أي حد يهمه يعرف إجراءات الشهر العقاري بالتفصيل بالنسبة للمسألة دي يتواصل معنا، وبرضه هنمده بكل المعلومات. وإن شاء الله يكون في حلقة مستقلة عن المسألة دي هنتكلم فيها عن إجراءات الشهر العقاري بالتفصيل وإجراءات السجل العيني لأي حد يحب يعرفها بإذن الله. وبكده أكون وضحت لحضراتكم حقوق الوارث المغتصب حقه إذا أراد اللجوء للمحكمة لرد الحق. ولكن في دعوة أخرى من حق الوارث برضه إن هو يرفعها، وهي دعوة بصورية تصرف المورث لأحد الورثة، ودي هنتكلم عليها بشكل مفصل في حلقة أخرى، وإحنا بنتكلم عن دعاوى الصورية بكافة صورها، وهتكون الدعوة دي من ضمن الدعاوى. أتمنى تكون الحلقة حازت إعجابكم ورضاكم، ويا ريت ما تبخلوش علينا بالإعجاب بالحلقة والاشتراك بالقناة لتعم الفائدة على الجميع. وتحياتي لحضراتكم جميعا.